السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس النحو. وهناخد النهاردة بإذن الله تعالى الفعل الأمر. تمام. طيب ايه هو الفعل الأمر؟ قال لك فعل يحدث نتيجة لطلب. لما انا اقول لك ذاكر، انت هتبدأ لسه تذاكر. ده فعل يحدث لسه فين؟ في المستقبل. اذا هو فعل لسه لم يبدأ. زي لما اجي اقول لك مثلا ذاكر، زي لما اجي اقول لك اشرب، زي لما اجي اقول لك احضر. تمام. كل ديت افعال افعال امر. تمام. طيب يبقى الفعل الامر هو فعل لسه ما حصلش، هو فعل بيبقى نتيجه لطلب. طيب الفعل الامر يا صديقي زي الفعل الماضي. يعني ايه زي الفعل الماضي؟ زي الفعل الماضي في انه دائما مبني. يبقى الفعل الامر دائما مبني، الفعل الامر دائما مبني. طيب الفعل الامر مبني على ايه؟ صلى على رسول الله. الفعل الأمر يا صديقي أول حاجة مبني على السكون. خلي بالك علشان في قاعدة مهمة جدا، وهي إن الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. يعني مش فاهم؟ يعني الفعل المضارع شوفوا بيكون مجزوم بايه، والفعل الامر هيكون مبني عليه. احنا خدنا في الفعل المضارع المجزوم ان هو بيكون مجزوم بالسكون. طيب اذا الفعل الامر واحده من علاماته ان هو بيكون مبني على السكون. طيب امتى بيكون مبني على السكون؟ قال لك اذا كان صحيح الاخر. وعرفنا يعني ايه صحيح الاخر. صحيح الاخر يعني اخر حرف ما يكونش حرف عله. زي ايه؟ زي العب، زي ذاكر، زي اشرب. تمام. دي افعال امر اخر حرف مش حرف عله. اذا ده هيعرب ايه؟ قال لك هيعرب فعل امر مبني على السكون. تمام. اذا العب اخر حرف عليه سكون، ذاكر اخر حرف عليه سكون، اشرب برضو اخر حرف عليه سكون. يبقى اول علامه من علامات بناء الفعل الماضي، الفعل الامر اسف، هي السكون. طيب نيجي لتاني علامة من علامات الفعل الامر، الا وهي حذف حرف العلة. طيب امتى انا بحذف حرف العلة يا صديقي؟ قال لك بحذف حرف العلة اذا كان الفعل معتل الاخر. يعني ايه معتل الاخر؟ يعني اخر حرف علة. زي لما اجي اقول لك اسعى، زي لما اجي اقول لك اقض، زي لما اجي اقول لك ادع. طبعا اسعى كان اصلها اسعى، اقضي كان اصلها اقضي، ادع كان اصلها ادعو. طيب ديت افعال هتعرب ايه؟ قال لك ده فعل امر مبني على حذف حرف العلة. ليه؟ دي كان اصلها اسعى، دي كان اصلها اقضي. تمام. وحذفتها. تمام. دي كان اصلها ادعو وبرضو حذفتها. اذا ده فعل امر مبني على حذف حرف العلة. نيجي لتالت حاجة، الا وهي حذف النون. طيب امتى الفعل الامر بيكون مبني على حذف النون؟ قال لك اذا كان من الافعال من الافعال الخمسة. طيب زي ايه؟ زي لما اجي اقول لك العبوا، زي لما اجي اقول لك ذاكروا، زي لما اجي اقول لك مثلا العبي، زي لما اجي اقول لك ذاكرة. تمام. دي واو جماعة ياء مخاطبة الف اثنين. طيب هيعرب ايه؟ قال لك هيعرب فعل مضارع اسف فعل امر اسف، فعل امر مبني على حذف على حذف النون. تمام. لان العبوا كان اصلها يلعبون، ذاكروا ذاكرون او يذاكرون. العبي كان اصلها تلعبين، ذاكرة كان اصلها يذاكرون. اذا ده فعل امر مبني على حذف فعل امر مبني على حذف النون. نيجي لرقم 4 والاخيرة، هي ان الفعل الامر بيكون مبني على الفتح. طيب امتى الفعل الامر بيكون مبني على الفتح؟ قال لك لو اتصل بحاجة اسمها نون التوكيد. تمام. طيب نون التوكيد يا صديقي تبقى عبارة عن ايه؟ قال لك نون لازقة في الفعل الامر. زي ايه؟ ايها، مثلا ايها الشباب العبن بالكرة. تمام. طيب العبن ديت عبارة عن العب زائد زائد النون.
اذا ده فعل امر مبني على الايه، الفتح. ليه مبني على الفتح؟ هقول له لانه متصل بنون الايه، بنون التوكيد. تمام. ده كده بالنسبة للفعل الايه، الفعل الامر. ونبقى كده خلصنا الفعل الايه، الامر والفعل الماضي والفعل المضارع، سواء مرفوع او منصوب او مجزوم. بمعنى صح احنا خلصنا الافعال كلها. في نهاية حلقتنا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.